لو انت عايز تبدأ في مجال الديزاين والتصميم، فالفيديو ده هيكون هو الستيب الأولى ليك أو الخطوة الأولانية ليك في المجال كله. أهلا بيكم في كورس ازاي تتعامل مع الفوتوشوب 2024 من الصفر لحد ما تبقى في مستوى يؤهلك لسوق العمل، أو تقدر تعتمد على نفسك أو تبقى ديزاينر. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم غيث وائل، جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول دروس كورس الفوتوشوب من الصفر للاحتراف. ليه بالأخص حبيت أبدأ بالفوتوشوب؟ بالمناسبة إن ده هيكون أول فيديو في القناة، لكن ليه بالأخص أنا حبيت أبدأ بالفوتوشوب؟ لأن الفوتوشوب هو اللبنة الأساسية لأي برنامج أو أي مجال يخص التصميم، سواء كنت أنت هتشتغل في المطبوعات أو في الجرافيك ديزاين فيما يخص مثلا السوشيال ميديا، أو في سواء كنت هتستخدم الجرافيك ديزاين لحاجة تخص الفيديو ايديتنج، أو هتشتغل 2D، هتشتغل 3D، هتشتغل أي مجال ليه علاقة بالديزاين. فالفوتوشوب هو الاساس. ليه هو الاساس؟ لان الفوتوشوب الادوات اللي موجودة فيه والادوات اللي هتتعلمها فيه هي الادوات البيسك الاساسية لمعظم برامج الديزاين، وهو اللي هيديك فكرة عامة عن الديزاين. ايه هو الديزاين، وازاي بتتعامل مع الديزاينات، وازاي بتبتدي تفكر في الديزاين، ازاي بتبتدي تصمم حاجة، ازاي بتبتدي تخرج الابداع اللي جوه دماغك على السكرين اللي قدامك. بس كل اللي طالبه منك في الفيديو ده ان انت تطبق وتستمر معايا. التطبيقات اللي هنزلها او الحاجة اللي هنزلها المطلوبة منك عايزك تنفذها عشان يبقى فيه استمرارية. عايز اشوف المردود بتاع المحتوى اللي انا بعمله، عايز اشوف منه مردود عشان ابقى انا متشجع ودايما اكمل في السلسلة دي. وان شاء الله يبقى في سلسلات تانية غيرها، يعني يبقى في سلاسل تانية غيرها او كورسات تانية غيرها، بس احنا عايزين نركز على دي دلوقتي. وزي ما قلنا وزي ما هنقول دايما، الممارسة هي اساس التعلم. ما ينفعش تتعلم وانت قاعد بتشرب شاي، قاعد كده ما بتعملش حاجة. ما ينفعش تتعلم، مش هتتعلم حاجة حرفيا. لكن لازم تطبق الحاجة اللي بتعرفها، لازم تطبق عليها المعلومة اللي بتعرفها، لازم تطبق عليها. اللي بيتعلم لغة لازم لما يجي يتعلم اللغة دي مثلا سواء كنت بتتعلم انجليزي، بتتعلم الماني، بتتعلم اسباني مثلا على سبيل المثال، يعني لما بتيجي تتعلم اللغة لازم تمارسها عشان تقدر تبقى انت كويس فيها وتوصل لليفل كويس. يعني ما ينفعش مثلا تبقى انت راجل كويس في الانجليزي، بتعرف تكتب وبتعرف تقرا والدنيا تمام معاك، بس ما بتعملش محادثة مثلا، يعني ما بتطبقش الاساس بتاع الانجليزي. ايه الاساس بتاع الانجليزي، او ايه اساس اللغة اساسا؟ المحادثة او الكلام مع الناس، فما بتطبقهوش. فبالتالي لما تيجي تنزل لسوق العمل او تشتغل في مجال فيما يخص ده، هتلاقي نفسك مش احسن حاجة. وفي نفس الوقت برضو عندك الديزاين بنفس المنطق. لما يجي حد مثلا انا عارف البيسكس بتاعت البرنامج وحافظ الاداة دي اسمها كذا وبتعمل كذا وازاي استخدم مثلا الموف تول مثلا او السلكشن تول مثلا او الكلام ده كله، بس انا ما طبقتش عليها بالشكل الكافي. فلما اجي انا تواجهني مشكلة في ديزاين حقيقي، او انا الحاجة الابداعية اللي انا عايز اعملها، بالتالي ما بطبقش اللي انا عايزه او ما بوصلش اللي انا عايزه. فاستغل فترة الكورس دي كفترة انت بتطبق فيها، يعني كأنك في سوق العمل بشكل حقيقي. وهو ده اللي هوفره لك ان شاء الله خلال الكورس ده. هحاول ان يكون مع كل فيديو في الغالب يعني يكون فيه تطبيق، او فيه زي يعني الفيديو اللي يبقى بعده يبقى فيه زي مراجعة سريعة على الحاجة اللي احنا اخدناها الفيديو اللي فات.
وطبعا اي حاجة في الفيديو او في الكورس انت مش فاهمها او عايز محتاجة توضيح، ممكن تكتب لي كومنت او تتواصل معايا وتسألني عليها، هرد عليك جدا في اقرب وقت ممكن. بس انا عايز يكون في تفاعل، يكون في مردود. انا عارف ان المحتوى التعليمي بياخد وقت في المردود بتاعه، ولكن برضو انا يعني كشخص عايز احس بالمردود بتاعه. يعني اول ما انت تتفرج على الفيديوهات عايز اشوف مردود كويس للفيديو. طيب اول حاجة هتعملها النهاردة ان انت هتدخل على موقع adobe.com. هتدخل على موقع adobe.com وهتروح على الفوتوشوب. هتدخل على موقع adobe.com وهتروح على الفوتوشوب. عندك طريقتين تحصل بيهم على البرنامج. الطريقة الأولى إن أنت تشتريه، هو سعره تقريبا حوالي $23 حاجة زي كده في الشهر، اللي هي الباقة بتاعته بالنسبة للباقة السنوية يعني. زي تجربة مجانية تقدر تحصل بيها على البرنامج، تستخدم البرنامج بشكل زي بيتا، ودي اللي في الغالب يعني تستخدمها لان انت في فترة تعلم. فانا برشح لك اللي هي الفري تريل، اللي هي بتكون زي فترة تجربة مجانية. الحقيقة ما اعرفش هي بتكون قد ايه، بس دي انا بفضلها لك حاليا. يا إما ممكن تحصل على البرنامج بشكل يعني خارج الشركة، ما يكونش اوفيشال. بس انا اسف يعني لو في حد محتاج البرنامج انا مش هقدر اوفره لك، لان انا مسموح ليا ان انا اشرح البرنامج، لكن مش مسموح ليا ان انا اشير كراكات تخص البرنامج او نسخة من البرنامج. فانا بعتذر لاي شخص محتاج البرنامج. انت هتقدر تحمله طبعا باي طريقه من الثلاثه اللي قلت لك عليهم، سواء اتنين الاوفيشال من على الموقع او بالطريقه الثالثه اللي هي هتجيب برنامج يكون بكراك. من ابحث على النت، دور على النت هتلاقي اكيد البرنامج. دي مش حاجه صعبه يعني، ولكن الشركه برضو لازالت موفره لك البرنامج بتجربه مجانيه، ودي انا برشحها لك في البدايه. خلينا متفقين ان الفوتوشوب هو اساس الديزاين، خلينا متفقين على النقطة دي. وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي، وما تنساش ان الممارسة هي اساس التعلم. وان شاء الله هنزل لكم اول فيديو في الكورس بعد بكرة ان شاء الله.